الكويت الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك إلى ولاية نيوجيرسي غربي مدينة منهاتن، هناك نلتقي بحضراتكم على ملعب ميت لايف، الملعب الرئيسي للفريقين الشهيرين بكرة القدم الأمريكية، نيويورك جاينت ونيويورك جيت. الملعب الذي تم افتتاحه في 2010 ويتسع إلى 82 ألف متفرج هو يجري بروفا في هذا المساء في الكلاسيكو الكبير، وذلك لأنه الملعب الذي وقع عليه الاختيار إلى أن يكون ملعب نهائي كأس العالم بحول الله تعالى في 2026 حينما تستضيف أمريكا المباراة النهائية. على أي حال الليلة تعود أمريكا لاستضافة الكلاسيكو للمرة الرابعة بعد 3 مرات سابقة. البرسا فاز في المواجهات الثلاثة السابقة عام 2017 وفي عام 2022 وفي العام الماضي، فهل يؤكد الليلة على حقية في مواجهات من أمام الريال على ميت لايف، في مواجهة يجعلها العداء التاريخي أبعد بخطوة من المنافسة. ربما لن يطول طوال المباراة الكرة ملعوبة لكنها تصل إلى خارج أرضية الملعب. عناصر برشلونة مع انطلاقة المباراة، الكرة اللعب طويلة في الأمام لكنها تتحول لعب على الجهة اليسار. برشلونة عند محاولة ملعوبة إلى منطقة الجزاء في فرصة لينيجو، يلعب كرة باتجاه بالدي يمرر الكرة لكنها مقطوعة. الكرة الماضي ستنسن اللي يحصل على كرة بتمريرة اللعب طويلة في الأمام، ثم الكرة واصلة باتجاه أوناي، الكرة بسيطرة واستحواذ برشلونة. الآن ذهبت الكرة لصالح الريال لكنه مودريتش على الجهة اليمنى، العرضية لمنطقة الجزاء، الكرة اللعب لكنها بطاقة مع الوقت المتأخر الآن. في هذه الأثناء المهمة أن يبقى أننا الآن أمام مباراة أخرى بعد عودة الجميع لإكمال الشوط الأول. عود مرة أخرى باتجاه حارس المرمى كورتوا يلعب كرة طويلة بالأمام، مارتن إلى لوكا مودريتش، العودة باتجاه المدافع إيدير ميليتاو، محاولة المرور، الكرة خطيرة تلعب إلى منطقة الجزاء لكن بعد ذلك واصلة، بدأ يأخذ السيطرة بعد ال10 دقائق الأولى في شوط المباراة الأول قبل في حين الغياب الوحيد لدافيد ألابا بسبب الإصابة. الكرة تأتي الكويت الرياضية، الكرة اللعب على الجهة اليسار، بالدي عدى في الكرة الماضية لكنها مرة أخرى طويلة واصلة باتجاه حارس المرمى تيرشتيجن يحصل على يلعب كرة من الجهة اليسار، ثم تبقى المحاولة لمصلحة برشلونة بكرة على الجهة اليسار إلى محاولة لمصلحة ريال مدريد اللاعبين، وكأننا أمام لقاء آخر في هذه الأثناء. الكرة اللعب لمصلحة الريال بتسديده ليقنع هانز فليك من أجل أن يكون أحد عناصره في الموسم القادم. فيكتور، الكرة اللعب من الجهة اليسار، المحاولة بتمريرة تعود من أوناي إلى محاولة في الجهة اليسار، انطلاقة والكرة تصل قريبا من منطقة الجزاء. كشف والده إمكانياته، بعث بابنه إلى مع الكرة اللعب في منتصف الملعب. طبعا كريستنس والده كان جماهير الأمريكية تكتظ الليلة لأجل أن تشاهد ريال مدريد في الجهة اليسار، المحاولة لصالح الريال بتسديده لكنها وصلت إلى تيرشتيجن بهذا الشكل. تسديده كانت خطيرة، تيرشتيجن وكأنه عانى من إصابة بعد تصدي للكرة الماضية. شوف الإعادة مرة أخرى للتسديدة الماضية، الكرة الماضية أو هذه الكرة اللي لعبت بالتحول في صالح برشلونة لمنطقة الجزاء، المحاولة تتسدد لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. التسديدة الماضية واصلة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، ضاعت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الميدان. المحاولة الانطلاقة للأمام، كاسادو يرسل كرة إلى منطقة الجزاء باتجاه دولار، وهذا يعكس طبعا متانة الاقتصاد الرياضي في كرة القدم الأمريكية. عناصر كثيرة جاءت إلى كرة القدم الأمريكية، الكرة اللعب إلى الأمام إلى صالح ريال مدريد، فيها محاولة السقوط إلى إعلان وجود مخالفة، ركلة حرة مباشرة. اندريك فيليب تعود من جديد باتجاه مودريتش مع الكرة لكن أيضا في صافرة من حكم. الكرة في الجهة اليسار إلى محاولة في منطقة الجزاء، تلعب عرضية، الكرة مقطوعة، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، إلى رمية جانبية
شوف الكرة مرة أخرى. برشلونة 300 وهدف، وأهداف ريال مدريد 304. هذا بالنسبة للمواجهات في الموسم الحالي. حينما تأتي المباريات الرسمية الأنظار إلى إمبابي، وصل الفريقين في التاريخ من سجل في هذا الكلاسيكو. الكرة اللعب لمصلحة برشلونة الأول ريال مدريد، كذلك برشلونة عند تسديدة مباشرة واحدة. الكرة إلى خارج أرض ريال مدريد من أمام برشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف. في تمريرة من ميليتاو، وصل في الجهة اليسار. لوكا مودريتش يتقدم، يلعب كرة خطيرة جدا في منطقة الجزاء، التسديدة لكنها تمر إلى خارج أرضيات الملعب، واصلة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى الكرة الماضية. شوف التسديدة من خارج منطقة الجزاء. أندريك لعب الكرة الماضية. أندريك كرة اللعب في وسط الملعب. أكثر إثارة، كان ممكن يكون الكلاسيكو أكثر إثارة، لكنه التوقف لا شك أثر كثير. دقائق بعد ذلك مع دقائق العودة، الكرة إلى ليفا، إلى محاولة الهدف الأول. يتمكن من تسجيل برشلونة. إذا باو فيكتور يسجل. باو فيكتور بعد أن سجل في المباراة الماضية يعود للتسجيل حتى في الكلاسيكو. باو فيكتور يسجل أول أهداف برشلونة في هذه المباراة. برشلونة مع هانز فليك هل يبدأ في إعادة اكتشاف فريق الأحلام؟ المباريات التحضيرية تظهر برشلونة بتلك الأناقة. شوف الكرة الملعوبة بالليفا إلى باو فيكتور، هداف الفريق الرديف الذي يبدو بأنه يأخذ مكانه من أجل أن يكون هداف برشلونة في هذا العام. شوف الكرة من ليفا إلى باو فيكتور الذي نجح في تسجيل الهدف الأول الآن في مصلحة برشلونة. شوط المباراة الأول لا ينتهي إلا بهدف يسجل باو فيكتور، أكيد لتفوق برشلونة على الريال في الكلاسيكو الصيفي هنا في أمريكا. أولا قادمة في صالح برشلونة عن طريق بابلو توري، ثم الكرة واصل اللعب للخلف لصالح عناصر برشلونة إلى دائرة الوسط، إلى تقدم للأمام. تلعب الكرة في صالح برشلونة. انطلاقا للريال على الجهة اليسار. مدريد عند محاولة عرض في وسط الملعب، إلى محاولة تبقى في زميله صاحب الخبرة الطويلة والعريضة ليفاندوفسكي. يمين انطلاقة بالطرف الأيمن، العرضية داخل منطقة الجزاء، التسديدة لكنها من ليفا. مرت الكرة إلى خارج للجهة اليسار في محاولة خطيرة تتسدد، والكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، واصلة إلى خارج أرضية الملعب على الطرف الأيمن في صالح برشلونة. عرضية لمنطقة الجزاء الرأسية، كرة العرضية اللعب إلى منطقة الجزاء ومحاولة في الطرف الأيمن خطيرة لصالح برشلونة. الثاني، الله الله، نجح برشلونة مرة أخرى من تسجيل ثاني الأهداف. باو فيكتور، نعم الهدف من جديد يأتي لمصلحة باو فيكتور بعد أن نجح في تسجيل الهدف الأول في شوط المباراة الأول. الوديات يلعبها برشلونة بلا ود مع ريال مدريد. الهدف الثاني، بأنه المباريات في أمريكا دائما تذهب لصالح برشلونة. الكرة فيها سقوط على أرضية الملعب، حكم المباراة يطالب باستمرارية اللعب ما فيها مخالفة. الكرة وصلت للجهة، واصلة في الجهة اليسار، عودة باتجاه لوكا مودريتش. مودريتش في تمريرة ولو اختلفت الملامح. الكرة في صالح ريال مدريد في محاولة كسب ثقة هانز فليك في هذا العام. الكرة اللعب طويلة، واصل اللي ينطلق بكل سرعة من الجهة اليسار. فينيسيوس جونيور كانت هدفين لبرشلونة. الكرة اللعب باتجاه ليفاندوفسكي ثم تعود إلى جانب الريال. الكرة تلعب على الجهة اليسار جانب لامين يامال. الكرة تلعب لصالح الريال وفينيسيوس، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. استقبالها لا شك بأن ريال مدريد يستعد لاستقبال أول الألقاب مع
بطولة السوبر الأوروبي. لا شك بأن الترشيحات الكبيرة تذهب لصالح ريال مدريد حينما يلتقي الألقاب. لا شك بأنه دائما دواليب الريال مستعدة. هدفين في شوط المباراة الأول، هدف انياكي بينيا، أسماء شابة كثيرة جاءت في شوط المباراة الثاني. خلف بالكرة لصالح ريال مدريد، المحاولة اللعب إلى منطقة الجزاء، محاولة ممتازة لصالح برشلونة. الكرة لبرشلونة فيها محاولة طريق العودة أن يبدأ عن طريق هذه الكرة الواصلة إلى فينيسيوس، لكن فينيسيوس كرة مقطوعة واصلة لمصلحة سبب هذه الرغبة. يبدو بأن أنشيلوتي يترك إلى هذه، يضع في البديل في شوط المباراة الثاني. فينيسيوس وصل إلى منطقة الجزاء، لعبة عرضية رائعة الكرة الماضية لكنها تقطع من البديل في شوط المباراة الثاني. لوكا مودريتش، لوكا مرمى ترك ملعب المواجهة، الكرة ملعوبة لصالح في منتصف الملعب فيها صافرة. هذه كرة فيها محاولة لثالث الأهداف والفرصة تضيع إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. الكرة لصالح برشلونة، حلوة الفرصة في داخل منطقة الجزاء، أسماء كبيرة، الكرة اللعب ومحاولة، الله، هدف عن طريق البديل نيكو باز. ريال مدريد ينجح في تسجيل تقليص الفارق عن طريق نيكو باز. يا سلام على كرة عرضية جاءت براسية نيكو باز، كانت صعبة على حارس المرمى في هذه اللقطة. الكرة تسكن الشباك وكانت صعبة على حارس المرمى لتأتي في شباك انياكي بينيا. الهدف الأول